بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم اخوكم فتحي، ودي قناة ريد تيم سيكيورتي. النهاردة هنبدأ اول فيديو في القناة بإذن الله. الفيديو النهاردة هو مقدمة او فكرة عامة عن القناة. وزي ما حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم ان هو الريد تيم. هنبدأ كده نشوف. انا طبعا مش هقول الفرق ما بين الريد تيم والفرق ما بين البلو تيم، ده يبقى موضوع تاني لوحده في فيديو تاني. دلوقتي انا هنبدأ نتكلم على الكونتنت اللي هناخده على طول الكورس. اول حاجة هناخدها CCNA، وده طبعا خاص بشركة سيسكو. الشركة دي كبيرة طبعا، سيسكو Certificated Network Associate. الشبكات يعني من لازم علشان هنبدأ نعرف سيكوريتي، لازم ان احنا نعرف شبكات، علشان ان انت تقدر تعمل اتاك على الشبكة او ان انت تقدر تعمل سيكوريتي للشبكة. لازم تكون فاهم الشبكة دي عبارة عن ايه. فاحنا في CCNA هنشرح الشبكة بكل حاجة فيها. تاني حاجة هنروح لكورس MCSA ويندوز سيرفر في 2022. طبعا الويندوز سيرفر فيه كذا، ليه كذا، كل 3 سنين، حوالي 3 سنين بيبقى فيه اصدار، يعني في 2019 2022 وفي 2025 دلوقتي. مايكروسوفت سيرتيفيكيت سوليوشن اسوسايت. الويندوز سيرفر برضك لازم نبقى عارفين ان هو نفس الكلام زي النتورك. الويندوز سيرفر لازم وانت شغال هتبقى تعمل اتاكس على الويندوز سيرفر او تعمل سيكوريتي على الويندوز سيرفر. طيب علشان انت برضك تعمل اتاكس على الويندوز سيرفر لازم تكون فاهم يعني ايه ويندوز سيرفر، وده برضك هنشرح فيه كل حاجة. الباور شيل. الباور شيل هو زي كده زي CMD كده في الويندوز. الباور شيل بس هو ايه، متطور شوية وفي كذا ادفانتج تانية غير الايه، غير CMD. برضو هنشرح كده ايه حوالي مثلا حاجة كده ابتدائية بإذن الله، هنفهم الدنيا بحيث ان احنا تكفينا في الايه، في كورس الريد تيم. بعد كده اللينكس ادمن 1. ده هتبقى برضو كأساسيات، ده برضو اللي احنا هنبقى محتاجينه في السكيورتي ريد تيم. بعد كده الباش سكريبتنج. برضو الباش سكريبتنج ده برضو هو زي الكوماندز كده. فاحنا برضو هنشرح بإذن الله باش سكريبتنج. وبايثون هنشتغل برمجة طبعا. وعشان تعرف طبعا تشتغل برمجة لازم تفهم البرمجة ذات نفسها عبارة عن ايه. يعني ما تروحش تعرف اللغة، لا، احنا نفهم البرمجة عبارة عن ايه وهنشتغل على بايثون. طيب الويب لازم نشتغل نعرف ويب، فبرضك لازم نعرف اساسيات ويب. كل ده كده، كل ده عبارة لحد هنا عن اساسيات. انا كده لسه ما دخلتش في اي حاجة. كل دوت بنبني القاعدة الاول علشان احنا نبدأ ايه، نطلع بقى نشتغل على في الهاكر، اسيكال هاكر، والاوفنس سيكوريتي ده برضك ده بروفيشنال. وفي هنا الويب ابلكيشن بنتريشن تيستر، وفي الموبايل بنتريشن تيستر. طيب هنا هنيجي نشتغل في الويب. هناخد الاول اساسيات ال HTML، وبعد كده هناخد اساسيات ال PHP طبعا عشان الباك اند، وهناخد اساسيات للجافا سكريبت. وكل هي كل ده تبع الويب والداتابيز والسيكوال داتابيز برضو كده، عشان داتابيز لازم نكون فاهمين اوي داتابيز عشان طبعا الثغرات، السيكوال انجكشن والى اخره. طبعا ده كده عبارة عن الويب والداتابيز مرتبطين ببعض. طبعا احنا كل حاجة في الكلام ده هنقول ما يكفي ويزيد للريد تيم. مش هيبقى قليل، هو اساسيات بس ده اللي انت محتاجه في سكيورتي. طيب في بقى السيرتيفيكيتد اسيكال هاكر CH. طبعا الشهادة دي مشهورة بس هي اساسية يعني للمبتدئين. فلازم عشان احنا نعوض هناخد OSCP. طبعا غني عن التعريف.
الاوفنسيف سيكيورتي سيرتيفيكيتد بروفيشنال. بعد كده هنروح ناخد طبعا الويب، اختراق الويب، ويب ابليكيشن بنتريشن تيستر. وبعد كده هناخد برضك موبايل. طبعا في ناس بتتخصص في الويب، في ناس بتخصص الموبايل، في ناس بتخصص نتورك، على حسب انت تخصص ايه. وانا مش هطول على الفيديو باذن الله، بحيث ان دوت يكون مقدمة، وما بحبش طبعا ان انا ازود وقت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.